السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما السوري. احنا هنجيب لحمة البفتيك وهنقطعها عكس النسير ديت، سيبناها تفك نص فكة بحيث تبقى متلجة نص تتليجة، وهنبدأ نقطعها تقطيعة الشاورما. احنا عايزينها تبقى الحتة رفيعة كده. لو انت مش عارفة تقطعيها ممكن تجيبيها متقطعة جاهزة من عند الجزار تقطيعة الشاورما. التتبيلة بتاعتنا هي معلقة كبيرة من المستردة، ربع كوباية من الخل الأبيض، و3 معالق زيت. وعندنا التوابل معلقة كبيرة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة توم بودرة، سماق وفلفل اسود و7 بهارات وكبابة صيني، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من السكر مهم جدا بيساعد معاكي على السوى، وكزبرة ناشفة. وعندنا هنا رشة صغيرة من الجنزبيل البودر والقرفة البودر والحبهان البودر. ال3 حاجات دول ما تكتريش منهم لان طعمهم قوي وبيدوا طعم جامد جدا، فكفاية رشة صغيرة اللي هو الجنزبيل والقرفة والحبهان. وهنحط عود قرفة خشب هنكسره حتتين او 3، وبعد ما تخلص الشاورما بتاعتنا هنشيل القرفة ونشيل ال5 حبات قرنفل. دلوقتي هنحط التوابل كلها على بعض، نقلب التتبيله كويس. القرفه والحبهان والجنزبيل البودر دول بيدولنا طعم المميز للشاورما، بيفرقوا جدا في طعم الشاورما. هنسيب بقى الشاورما تتبل على الاقل خالص 3 ساعات، او نسيبها من بالليل للصبح. كل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما هتدينا نتيجه احسن. هنحط لها حته فحمه عشان يبقى طعمها كانه مشوي على الفحم وهي نيه كده، لان وهي نيه بتشرب ريحه الفحم اكتر بكتير من بعد السوا. هنجيب حته فويل نحط فيها حته ليا مفرومه وشويه زيت. هنحط حته الفحم نغطي عليها بسرعه ونسيبها في الفحمه حوالي نص ساعه كده. بعد ما سيبنا الشاورما في التتبيله هنبدا ننزلها في طاسه فيها شويه زيت سخنه علشان ندي للشاورما صدمه، ويفضل ما نحطهاش كلها مره واحده. بعد ما ادينا للحمه صدمه كلها هنبدا ننزل حته ليا مفرومه، او لو ما عندكيش حته دهنه، لو ما عندكيش مش مشكله خالص، برضو الشاورما هتطلع حلوه جدا. التوابل بتاعتنا هي اللي هتخليها حلوه، بس الدهنه بتديها برضو نكهه زياده كده. بعد ما الليا بتاعتنا اتحمرت هنرجع الشاورما تاني ونسيبها نديها تقلبتين لغايه ما تستوي. نحط الملح بتاعها، احنا طبعا ما حطيناش الملح من الاول علشان ما تنزلش ميتها، كمان عشان تستوي معانا بسرعه. بعد ما اللحمه بتاعتنا استوت نبدا نغرفها في الطبق تاني، نشوح مكانها البصل والفلفل والطماطم، بس الطماطم على قد ما نقدر ما يكونش فيها ميه. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه الشاورما قد ايه جميله. دلوقتي هنشوح البصل، انا بس هدبل البصل شويه، والفلفل والطماطم عايزاهم يبقوا محتفظين بالقوام بتاعهم. نبدا دلوقتي بقى نحط الفلفل والطماطم بس على قد ما نقدر نكون مصفيين منها الميه بتاعتها. بس كده بقى نرجع اللحمه بتاعتنا، هنطفي عليها وبعدين نديها رشه البقدونس. هنجيب عيش الصاج وهنديله دهنه من التوميه، وهنزل لك اللينك بتاع عمايل التوميه في الفيديو وفي الديسكريبشن بوكس. وبعدين هنشويها على الشوايه، هندي دهنه للشوايه دهنه زيت صغيره، وبعدين نشوي عليها السندوتشات بتاعتنا. وبكده تكون الشاورما جهزت، والف هنا وشفا. تقدروا تاكلوا معاها سلطه طحينه او توميه.